مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي نشرة الأهلي مع المشجع في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم محمود صالح في حلقة جديدة. حلقة النهاردة فيها بعض الأخبار والتصريحات، لكن المران ما قدرناش نعرف أحداث كتير بسبب إن لاسارتي طلب قفل المران أمام الصحفيين. فتعالوا بينا نبدأ مع بعض أخبارنا. رسميا مباراة الأهلي والمصري بحكام أجانب. مصدر في الأهلي: مصير رمضان صبحي مع الأهلي سيتحدد في نهاية شهر مايو وليس الآن. الأهلي: الفريق يحتاج لمجهود كل لاعب، ولاسارتي لم يتحدث نهائيا في ملف الراحلين. والتقارير التي انتشرت مؤخرا عن رحيل إسلام محارب وباسم علي وأحمد الشيخ وأحمد علاء ليس لها أي أساس من الصحة. مصدر في الأهلي للوطن: لا توجد نية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي في توجيه أي شكوى للاتحاد الأفريقي ضد بكاري جسامة حكم مباراة سان داونز. لاسارتي يكلف معاونيه بعمل تقرير خاص عن كل لاعب بالأهلي يحمل كل أرقامه وعدد مشاركاته. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تؤجل مباراة الأهلي والمصري 3 أيام لتقام يوم 25 إبريل بدلا من 22 من نفس الشهر. زي النهاردة الأهلي يتعادل مع الزمالك 3-3 بلدغة بركات ويتوج بالدوري. الفجر الرياضي: مسؤولي الاتحاد السكندري تواصلوا مع إسلام محارب واللاعب رفض أي حديث قبل تحديد مصيره من الجهاز الفني بالأهلي في نهاية الموسم. ميران الأهلي: إسلام محارب يواصل أداء برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات. لاسارتي يستعين بالدكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب في ميران اليوم بسبب سفر طبيب الفريق لألمانيا. مستشفى الأهلي: أجرى محمد هاني فحص طبي اليوم بعد تعرضه للإصابة في المران، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة. وليد سليمان يعود غدا من ألمانيا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أكدت أنه يحتاج مزيد من الوقت للمشاركة مع الفريق في المباريات. سعد سمير يعود من ألمانيا بصحبة طبيب الفريق بعد الفحوصات الطبية، واللجنة الطبية بالفريق تحدد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. كريم ندفد يطير إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة غضروف في الركبة والتي سيغيب بعدها عن الفريق لمدة شهر ونصف. عادل طعيمة نجم الأهلي السابق: يجب أن يتم الحكم على لاسارتي مع نهاية الموسم لأنه تولى المسؤولية منذ 3 أشهر وسط ظروف صعبة من توالي المباريات وإصابات والتعاقد مع صفقات جديدة، لذلك من الظلم الحكم عليه حاليا، ولو تمت إقالته فلا يوجد بديل مناسب يحل مكانه في الوقت الحالي مع صعوبة التوقيت في ظل توالي المباريات. نادر السيد تعليقا على هجوم جمهور الأهلي بعد صورته مع بعض اللاعبين القدامى في الزمالك وهم يرفعون إشارة 5: لماذا تم تفسير الأمر بهذا الشكل؟ ولماذا كل تلك الحساسية بين الجماهير؟ كل ما في الأمر أن فريق طارق يحيى خسر ب5 أهداف فقمنا بالتقاط الصورة وبالإشارة برقم 5 في كل مرة نقوم بهذا التصرف بعد خسارة أي فريق. هل الأهلي الفريق الوحيد الذي خسر بخماسية؟ وشحن الجماهير بهذا الشكل خطأ تماما. مدرب دجلة تعليقا على مفاوضات الأهلي: الأهلي لم يفاوضني لتدريب الفريق ولم تحدث بيني وبين مسؤولي أي اتصالات من الأساس بخصوص هذا الأمر. أنا مرتبط بعقد مع نادي دجلة وسعيد بتجربتي مع الفريق، وخاصة أن جميع المسؤولين في النادي يتمتعون باحترافية كبيرة في عملهم. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واتمنى تكون عجبتكم. وحابب اقول لكم ان اي كلام في ترشيح مدرب وادي دجله لتدريب الاهلي هري في هري، والكلام ده من مصدر موثوق داخل الاهلي. ولو لاسارتي مشي اللي هيبقى موجود مكانه مدرب مصري، والمجلس عامل حساب كل حاجه وحدد الاسم كمان. وكمان حاجه تانية، الكاف بيدرس انه يستعين بمخرجين من خارج مصر لاداره مباريات الاهلي والزمالك في افريقيا الموسم الجديد بسبب مخرجة مباراة الزمالك وعدم اعاده لقطه جول حسنيه اغادير في الزمالك. نشوفكم على خير في حلقة جديدة.